في يوم من الأيام كانت الكهرباء طافية في صنعاء، وفعلا تيجي أوقات لما كنت أنا في صنعاء كانت الكهرباء تنطفي جزئيا في صنعاء، وبعض الأحيان تنطفي كليا، ظلام دامس يا جماعة. يقول في ذيك الليلة كان الكهرباء طافية، يقول كنت أنا أسوق التاكسي الساعة 10:30 بالليل. يقول اتصلت علي أختي، هم يسمونها في صنعاء كريمتي، يا الله على هذا اللفظ الجميل كريمتي. يقول كلمتني وقالت في أغراض أبغاك تجيبها من بيتنا، بيت الوالد، تجيبها بيتي. هي متزوجة طبعا. وين بيتها؟ بيتها في شارع الستين، أيضا شارع الستين شارع كبير ومعروف في صنعاء. تجيب لي إياها. قال أبشري أبشري ولا يهمك. وفعلا راح لبيتهم وأخذ الأغراض واتجه لأخته حتى يعطيها الأغراض في شارع الستين. يقول رحت لأختي ونزلت لها، أعطيتها الأغراض وسلمت عليها ومشيت. يقول وأنا راجع، طبعا هو وين ساكن؟ ساكن في حي اسمه نقم، ويبغى يمر عن طريق الحصبة، أيضا منطقة في صنعاء اسمها الحصبة. وما أجمل هذه الذكريات، ذكرني الأخ رامي بصنعاء الجميلة. يقول وأنا راجع وظلام دامس، فيه واحد أسود البشرة يأشر لي. يقول وقفت. يقول كنت أنا في ذيك اللحظة يا أخ علي مخزن قات، القات مخزن قات ومروق